أفادت الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الأغذية في رومانيا أن المغرب أبدى اهتماما برفع حجم وارداته من الأغنام الرومانية إلى 10 أضعاف ما هي عليه حاليا، وذلك ابتداء من العام المقبل. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ألكسندر بوسيو رئيس الهيئة الرومانية سالفة على الذكر استقبل الأسبوع الماضي وفدا مغربيا ترأسه عبد الله جناتي رئيس المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا، مسجلا أن زيارة الوفد المغربي خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وبوخارست في المجال الفلاحي. وأضاف المصدر أن الوفد المغربي ضم ممثلين عن التنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين المغاربية المهتمين باستيراد الحيوانات خاصة الأغنام، موردة أن المغرب أبدى اهتماما كبيرا باستمرار استيراد الأغنام من رومانيا. كما أعرب الجانب المغربي عن اهتمامه باستيراد اللحوم الحمراء والأسمدة والأعلاف الحيوانية. يقول البيان ذاته لافتا إلى أن ممثلي الوفد المغربي سيقومون في الأيام المقبلة بزيارة عدد من المزارع والمسالخ في العديد من المقاطعات الرومانية، معتبرا أن التعاون بين الجانبين يفتح آفاقا جديدة للمصدرين الرومانيين ويعزز مكانتهم في السوق الدولية، كما يؤكد على الجودة العالية للمنتجات الرومانية. يذكر أن محمد صديقي وزير الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كان قد أجرى أواخر للشهر الماضي مباحثات مع كل من أدريان بينيتيا كاتب الدولة بوزارة الفلاحة الرومانية ورئيس الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الأغذية في هذا البلد الأوروبي حول تعزيز فرص التعاون الثنائي في المجال الفلاحي والرفع من دينامية الشراكة الثنائية بين البلدين.